فيلمنا بيبدأ في فرنسا في سنة 1943 وبنشوف الطفل سيباستيان وعمه سيزار وهم بيتمشوا بين الجبال. بيلاقي سيزار آثار أقدام كلب ضخم مسمينه الوحش، وبيقول لسيباستيان إن الوحش أكل 3 خرفان من القطيع وإن الكلب ده لازم يتقتل لأنه خطر عليهم. في اللحظة دي بيسمعوا صوت ضرب نار وبيكتشفوا إن الصيادين اصطادوا غزالة، وبيتضايق سيزار لأن الغزالة كانت وعندها طفلة بتأكلها، وبيقول لسيباستيان مش هينفع نسيبها تموت، وبيقرر ياخدها يربيها. وبتواجهه مشكلة ان الغزالة مكانها بين الصخور وصعب يوصل لها، وبتجيله فكرة مجنونة وبيربط سيباستيان بالحبل. وبالرغم ان سيباستيان طفل والمفروض يبقى خايف، بس الغريب انه ما كانش خايف بسبب الحروب اللي متربي عليها من صغره. وسيزار بيكون ماسكه وبينزله بالحبل للغزالة وبينجح انه يمسكها، وبيطلعوا سيزار وبياخدوا الغزالة لقطيع الخرفان وبيحاولوا يخلوا الغزالة تاخد على الخرفان، وبعدها بيرضعوها من نعجة. وبعد ما بتخلص رضاعة بيقول سيزار لسيباستيان يروح لأنجلينا البيت وهو هيخلص شغله ويروح لهم بالليل، وبيقول له امشي من طريق جلانتير، وبيسيبوا سيباستيان ويمشي. بعدها بنعرف ان سيباستيان طفل وحيد وبيهتم سيزار بيه وبيعيش مع أنجلينا في البيت، وبنعرف انها شغالة في مخبز ومحدش غيرها هي وسيزار بيرعاه. وبنعرف ان ام سيباستيان عايشة في امريكا. في الوقت ده بيقابل سيزار الصيادين اللي اصطادوا الغزالة وهم راجعين من الصيد ومعاهم عمدة القرية، وعرف ان الوحش عض واحد اسمه اندريا. بعدها عالج له سيزار الجرح اللي في رجله انه اتعض لما كان ماشي لوحده في طريق جلاندير، فبيقلق جدا على سيباستيان علشان قال له امشي من الطريق ده، وقال للصيادين لازم نروح للطريق ده علشان الوحش هيأذي سيباستيان. وبيكون سيباستيان في طريقه للبيت لكن بيتفاجئ بالوحش قدامه وبيتكلم معاه وما خافش من الكلب، وحس ان الكلب مش شرس زي ما بيقولوا عليه لانه ما هجمش عليه وفضل واقف مكانه. وفجأة سمع صوت سيزار بينادي عليه، وساعتها جري الكلب قبل ما حد يشوفه. ولما وصلوا سألوا سيباستيان انت شفت الوحش في الطريق؟ فكذب عليهم وقال لهم لا ما شفتوش. وبعدها راح معاهم للمدينة، وأول ما وصلوا اكتشفوا ان الضباط الألمان عندهم حملة في المدينة، فقال للصيادين خبوا الأسلحة اللي معاكم علشان الألمان منعين الفرنسيين يبقى معاهم سلاح. وبيروح سيباستيان لأنجلينا علشان يحذرها، واول ما بيروح لأنجلينا ويعرفها بتقول له روح حذر جيلوم. وبنعرف ان جيلوم دكتور في القرية. وبعدها دخل الضابط جون وقال لأنجلينا ان حصة الجيش اللي بياخدها من المخبز هتزيد ل 30 كيلو من العيش كل اسبوع. وعرفته أنجلينا ان الكمية دي كبيرة قوي كل اسبوع، لكن بتوافق علشان ما عندهاش حل تاني. ووصل سيباستيان لجيلوم عند الجبل وعرفه ان الجيش الألماني في القرية، فطلع مسدسه وخباه بين الصخور ورجع بعدها البيت. هناك شاف الضابط جون وقال له انه شاف اثار اقدام لناس ماشيه في طريق ديفيليه، وبيقول له ان في ناس هربت من البلد، وبيقول له ليك دخل بالموضوع ولا لا؟ بيقول له لا. وبالليل بيتعشى سيزار وسيباستيان وجيلوم عند أنجلينا، وبنعرف ان جيلوم بيحب أنجلينا. وسيباستيان بيسأل سيزار عن امه، بيقول له هي هتيجي تزورني السنه دي، وسيزار بيغير الموضوع. وتاني يوم بنلاقي سيزار يحط فخاخ للكلب في الجبل عشان لما يعدي منها يقع في الفخ ويقدر يصطاده بسهولة. وسيباستيان بيقول له ممكن يكون في حد تاني غير الكلب هو اللي بيقتل الأغنام. ساعتها سيزار حكاله القصة بتاعة الكلب وقال له ان صاحب الكلب كان راعي غنم وكان بيضرب الكلب ويعذبه، علشان كده هرب وبقى كلب متوحش. وبعدها راح سيباستيان يدور على الكلب، وهو ماشي اتفاجئ بالكلب قدامه ونده عليه وقال له ان في كذا مصيدة موجودة في المكان، وخده معاه وحدف طوبة على الفخ وشافها الكلب وهي بتقفل. وسيباستيان فهمه ان دي حاجة خطر وشممه ريحتها علشان لو ما شافهاش يشم ريحتها وهو ماشي علشان ما يقعش فيها. وقرر ياخده مزرعة الخرفان علشان يعرف هو اللي بياكلهم ولا لا. وساعتها الكلب ما هجمش عليهم وبدأ يلعب معاهم. وسيباستيان قال كنت متأكد ان مش الكلب هو اللي بيهجم على الخرفان، وعرف انها انثى مش ذكر، وقرر يسميها بيل. وفضل طول اليوم يلعب معاها وبدأ يحكي لها عنه وعن حياته، وحبها جدا وهي كمان حبته. وبيشوف سيباستيان جيلوم ومعاه ناس بيوصلهم لطريق ديفيليه. بعدها قال لأنجلينا انه شاف جيلوم ومعاه ناس ماشيين في طريق ديفيليه، وأنجلينا قالت له دي مواضيع كبار، وقالت له ما تقولش لحد عن اللي شفته. وتاني يوم راحت لجيلوم وكانت متضايقة انه مخبي عليها انه بيساعد الناس تهرب من القرية، وطلبت منه تساعده. وعرف منها ان سيباستيان هو اللي قال لها تبعد عن الموضوع ده خالص. وبعدها بيروح سيباستيان
لبيل، وبنعرف انه بقى يروح يلعب معاها على طول وبقى مهتم بيها، وخلاها تعوم في النهر وتستحمى علشان يبقى شكلها حلو، وعرف انها ذكية جدا وبتفهم كلامه، وبياخدها كهف وسط الجبل وبيقول لها انها هتعيش فيه، وبيوريها مكان سري جوه الكهف علشان لو حد دخل تستخبى فيه، وقال لها محدش يعرف مكانه غير سيزار. وفي الوقت ده بيكون سيزار رايح للكهف وبيشوف سيباستيان، وبيروح بسرعة علشان سيزار ما يشوفش بيل، ويلاحظ ان سيباستيان بيمنعه يدخل، وبيدخل سيزار وبيلاقي الكهف فاضي، واستغرب من افعال سيباستيان وخده ومشي، ولقى الكلب استخبى في الباب السري زي ما قاله، وفرح ان سيزار ما شافش بيل ومشي معاه. وتاني يوم راح لبيل وكان بيصطاد سمكة بايده زي ما سيزار علمه، فساعتها بيسمع صوت رصاص، فطلب من بيل تستخبى لحد ما يعرف فيه ايه، وراح لقى 2 من الجنوب بتقتل الغزلان وتعصب عليهم، وقال لهم ما تصطادوش الغزلان، واتريقوا عليه، وقام واحد منهم موقعه على الارض، واول ما بتشوفوا بيل بتهجم على واحد منهم وتعضه من ايده، وقبل ما الجندي التاني يضرب عليها نار بتهرب منه بسرعة. بعدها بياخدوا سيباستيان للضابط جون، وبيجي العمدة وسيزار، ولما الضابط جون بيسأله كنت بتعمل ايه هناك، بيقوله كنت بصطاد سمك. بعدها طلب من العمدة يجمع الصيادين علشان يقتلوا الكلب الشرس ده، وراح الصيادين وسيزار علشان يقتلوا الكلب، لكن سيباستيان قدر يوصل للكلب قبلهم وخدها وجري بعيد علشان ما حدش يقدر يوصل لها، لكن اتفاجئ ان سيزار قدامه ومسك بندقية وقال لسيباستيان انه يبعد عن الكلب علشان يقتله، لكن سيباستيان راح ووقف قدامها علشان يحميها، وقال له ان دي مش كلبة شرسة زي ما بتقوله، لكن سيزار ما بيهتمش وبيصوب عليها، لكن سيباستيان قال للكلبة تهرب بسرعة، واتضايق منه سيزار وخدوا المزرعة وحبسه هناك، وراح للصيادين، لكن سيباستيان قدر يفتح الباب وراح ناحية الصيادين علشان ينقذ بيل، وبيل كانت بتجري منهم، وواحد منهم ضرب عليها طلقة، لكن بيل قدرت تتحمل ومشيت وفضلت تجري، وقبل ما يضربها الطلقة التانية قدرت تهرب منهم. بعدها سيباستيان سمع ضرب النار، افتكر الصيادين قتلت بيل وزعل جدا، والصيادين فضلوا يدوروا عليها علشان يتأكدوا انها ماتت، لكن مش بيلاقوها، وبيروحوا البيت، وسيباستيان بيقول لسيزار انا مش مسامحك بسبب اللي حصل لبيل، وبيسيبه ويروح الكهف بالليل ويقعد هناك. ساعتها بتدخل عليه بيل وهو قاعد وبيفرح انها لسه عايشة، وبياخدها في حضنه، وبيروح تاني يوم ويرفض يكلم سيزار، وبياخد مطهر جروح علشان يعالجها، وبيروح لبيل الكهف وبيلاقيها تعبانة من الجرح، وبيبدأ يعالجها، لكن بتكون جسمها سخن، فبيروح لجيلوم علشان هو دكتور، وبيسأله لو حد سخن نعالجه ازاي، فبيقول له جيلوم انه لازم ياخد حقنة، فبيقول له على الموضوع، لكن جيلوم بيرفض يديها الحقنة، وقال له ان لازم اعرف سيزار علشان يقتل الكلب لانه كلب شرس، لكن سيباستيان هدده انه هيقول انه هو اللي بيهرب الناس، وجيلوم موافق انه يديها الحقنة، وراح معاه الكهف، وبيكون خايف من بيل، لكن سيباستيان بيطمنه، لكنه بيفضل خايف، وبيقول له اديها انت الحقنة، وفعلا بيديها الحقنة، وجيلوم بيقول له ان الاصابة بسيطة والجرح خفيف. وبعد ايام بترجع بيل لصحتها تاني، وبتلعب مع سيباستيان، وبالليل بيكون جيلوم مع عيلة وبيخبيهم في مكان وسط الجبل علشان يقعدوا اليوم الاربع، علشان ده بيكون يوم اجازة الالمان، علشان يهربهم لبلد تاني، وبيسيبهم في المكان وقال لهم هرجع لكم تاني. وهو ماشي بيتفاجئ بقطيع ذئاب، وبيلاقيهم بيهجموا على قطيع الخرفان بتاع سيزار، وبيروح لهم علشان يمنعهم من انهم ياكلوا الخرفان، وساعتها لقى بيل بتنبح على الذئاب، وفعلا الذئاب بتخاف منها ومشيت من المكان. في الوقت ده جيلوم بيقع ورجله بتتخبط، وبتشوفوا الكلبة مسنود على خشبة، فبتمسك الحبل وتفضل تمشي بيه لحد ما توصل لمكان أنجلينا، وبيشوفها سيزار وبيتفاجئ انها لسه عايشة، وجيلوم بيقول له ان الذئاب هي اللي بتقتل الخرفان، وبسبب الكلبة ما قدروش يقتلوا حد منهم. وسيزار كلم سيباستيان وعرفه انه كان غلطان وانه كان عايز يقتلها، وانه ما صدقش كلام سيباستيان. وبعدها انجلينا بتحاول تعالج جيلوم، لكن بتكون اصابته كبيرة، وبيقول لها انه سايب عيلة وسط الجبل علشان يهربهم لبلد تاني، وانجلينا قالت له انها هتعمل المهمة بداله، وقالت له ما تقلقش، وبتسيبه وتروح لهم. بس سيباستيان بيكون سمعهم، وبتوصل للعيلة وبتقول لهم انها هتساعدهم بدل جيلوم لانه عامل حادثة، وبتسمع صوته وبتتفاجئ انه سيباستيان كان ماشي وراها، وقال لها انه هيروح معاها بالكلبة ويقدر يقنعها. وانجلينا بتقول لهم هنمشي في الفجر ولازم يناموا علشان يرتاحوا، وراح سيباستيان ينام، ولما بيصحى بيسأل سيزار عن امه، وساعتها سيزار قال له الحقيقة وعرفه ان امه ماتت،
وقال لها أنا هربي سيباستيان. بعدها بتتحرك أنجلينا والعيلة ورايحين ناحية طريق ديفيليه، واتفاجئوا بالظابط جون وهو جاي عليهم وبيقول لهم اقفوا، لكن أنجلينا بتحاول هي والعيلة تهرب منه، لكن فجأة بتحصل عاصفة تلجية، وبعد ما بتخلص مش بيلاقوا الظابط جون، وبيل بتحفر في التلج في المكان اللي فيه جون وبتخرجه. وجون بيقول لأنجلينا انه جاي يقول لها ان القوات كلها جاية ناحية طريق ديفيليه، وقال لها انه عارف انها بتساعد الناس فقرر يعرفها علشان ما يقتلوهاش. وشكرته أنجلينا على اللي عمله، وسيزار قال لها ان الطريق البديل هو طريق أباو، لكن الطريق ده كله ضباب وانه مكان خطر. وسيباستيان قال لهم ان بيل هتبقى الدليل بتاعه في الطريق لانها هتقدر تشوف في الضباب، وفعلا بيمشوا وبيسيبهم سيزار علشان يراعي جون وهو مصاب ويهتم بيه. وبعد ما بيمشوا بيشوفهم 2 جنود ألمان بالمنظار من بعيد، وبيبلغوا باقي الكتيبة ان الناس اللي بتهرب ماشيين ناحية طريق أباو، والكلبة ماشية قدامهم وبتدلهم على الطريق اللي هم هيمشوا فيه، وبيكون الجنود الألمان ماشيين وراهم علشان يلحقوهم بسرعة. وسيباستيان واللي معاه كانوا بيعدوا من على جسر تلجي الناحية التانية، وأول ما بيعدوا أنجلينا بتكسر الجسر التلجي علشان الجنود ما تلحقهمش. وبعد فترة من المشي بيعدوا الجبال وحدود فرنسا، وبيقابلوا واحد وبنعرف انه هو المسؤول انه يستلمهم ويوصلهم سويسرا. وساعتها أنجلينا بتعرف سيباستيان انها هتسافر لإنجلترا، وبتقول له يرجع هو وبيل للمدينة، وقالت له انها هترجع بعد ما تنتهي الحرب، وانها هتساعد بأي طريقة في انهاء الحرب. وبيودعها سيباستيان وبيرجع هو وبيل للمدينة تاني. ولحد هنا بينتهي فيلمنا.